جبت قلت لك والله الميديسن يعني نسبه حلوه برضو من 30 ل 70% هيبقى بسبب دواء. ايه الادويه يا دكتور اللي بتعمل كونستيبيشن؟ في ادويه كتير قوي، وفي الحته دي وفي حته الادويه الكتير قوي دي هنقف فيها دقيقه كمان زياده. ليه بقى؟ عندي ليكم معلومه وعتاب. معلومه وعتاب. Antacids contains calcium and aluminum salts. ولو تلاحظ ان دول نفس الثلاث صور او نفس الثلاث منتجات اللي انا جبتهم لك في الدايريه. بس في اختلاف هنا عن الدايريه. هو انا قلت لك في الدايريه ان في انتاسيدز بتعمل اسهال، بس الانتاسيدز اللي فيها انهي ملح؟ المغنيسيوم تقريبا. عظيم. يبقى انا دلوقتي المغنيسيوم سولتس بتعمل اسهال، وديني بقول لك دلوقتي الكالسيوم والالومنيوم بيعملوا امساك. طب هو انا ليه حطيت الابيكوجيل والميوكوجيل والمالوكس في محاضره الاسهال وجيت حطهم لك تاني في محاضره الكونستيبيشن؟ انا قاصد، بس كان المفروض فيكم حد يفرملني وقتها، بس ما حدش فرملني. تقريبا هو في الاثنين عشان ما يحصليش في الاخر ولا امساك ولا اسهال، يبالانس بعض. عاش يا مريم، ثانك يو فيري ماتش. بالظبط كده. دلوقتي الابيكوجيل والمالوكس هتلاقي جواهم مغنيسيوم هيدروكسيد وهتلاقي معاهم الومنيوم هيدروكسيد. يعني جواه الملح ما هو الاثنين انتاسيدز، امال ليه حاطينهم سوا؟ اهدار ملعام مش اهدار ملعام زي ما مريم قالت لك. دي حاجه احنا خدناها كده فين؟ مش في سنه اولى او في يخرب بيت كده سنه ثانيه صيدله. قال لك ايه؟ قال لك ان من ضمن الحاجات اللطيفه اللي عملناها ان انت لما بتحط مادتين مع بعض والاثنين ليهم اوبوزيت فارماكولوجيكال افكت، هو لمصلحه المريض في الاخر. ليه؟ لان ده ليه سايد افكت انه بيعمل امساك، وده ليه سايد افكت ان هو بيعمل اسهال، فالاثنين يكنسلوا بعض لما يتحطوا مع بعض. مش الاسهال يعني ان انا ازود الباول موفمنت، والامساك ان انا اقلل الباول موفمنت، طب احط الاثنين سوا خلاص الباول موفمنت ما يحصلهاش حاجه. فاذا المعلومه كامله اترسمت بشكل كامل دلوقتي. هل الابيكوجيل محتاج وانا بطلعه اقول للناس انه ممكن يعمل لك اسهال؟ لا. هل محتاج وانا بطلعه اقول للناس ان هو يعمل لك امساك؟ لا. وكذلك الميوكوجيل وكذلك المالوكس. طب لو في منتج فيه الومنيوم هيدروكسيد لوحده، ساعتها اقول ده هيعمل امساك غالبا بنسبه كبيره. طب لو في منتج فيه المغنيسيوم هيدروكسيد او المغنيسيوم سلفيت لوحده، ده اللي هيعمل اسهال بنسبه كبيره. وهناخد حاجات في محاضرتنا النهارده هنشوفها. اوكي؟ طيب عندي يعني اعضاء ممبرز كتير جدا من الانتي سايكوتكس، من الانتي ديبريسنتس، ومن الانتي ابليبتكس بيعملوا امساك. فطبيعي لما تيجي تسال حد ماشي على ادويه صرع مثلا يقول لك انا عندي امساك. طب انت ماشي على ادويه ايه يا حاج او يا سيدي يا سيدي الفاضل؟ يقول لك والله ماشي على تجريتول. حد عارف التجريتول؟ شفتوه في الصيدليه قبل كده؟ ايوه يا دكتور. مادته ايه بقى اللي قالت لي ايوه دي؟ ايش؟ تقريبا كربامازين ولا سلام، يا سلام على الحلاوه. عاش، هي دي مادته فعلا. طيب الماده دي من الانتي ابليبتكس بتعمل كونستيبيشن. طب واحد ماشي على التجريتول مش من اليوجوال او انه الطبيعي جدا انت كراجل صيدلي ان انت يبقى عندك كونستيبيشن، طب الحل ايه معاه ساعتها؟ الحل معاه والله يرجع للدكتور بتاعه. ليه؟ اصل ده دواء صرع ما اقدرش اقول له بطله. طب الدكتور بتاعه يعمل ايه؟ هيعالج له الكونستيبيشن بتاعه بماده اخرى بحاجه ثانيه، بس خلاص هكون رجعته وعرفته السبب. ده احنا عرفنا ان هي مش ايتنج هابتس، والله مش لايف ستايل، والله ده ما مش عارف ده ميديسن، ده في دواء معين بياخده بيعمل له الحوار ده. تمام. طيب الاوبيويد انالجيسكس طبعا مش هجيب لك صورهم لان هم يعني معروفين. اوكي. طيب عندك الايرن بريبريشنز، وهنا نيجي للحته اللي انا ومي مسكنا بعض فيها المره اللي فاتت وبعت لكم فيها ريكورد. سمعتوه على البتاع ولا ما سمعتوهوش؟ طيب هي مي نبيل مش فاتحه. المهم جينا ساعتها قلت لكم الايرن بريبريشنز بتعمل دايريه.
ايه ده وانت حاططها لي تاني في المحاضره دي ان هي بتعمل كونستيبيشن؟ يس. يعني الايرن ممكن يعمل كونستيبيشن عند ناس، ممكن يعمل عند ناس ثانيه دايريا. يس. طب مين المور كومون يا دكتور؟ الكونستيبيشن. طبقا للحق يعني. كان في ريفيو ارتكل بعتها جايبين كده البريفالنس يعني والنسب والكلام ده كله، قال لك الكونستيبيشن هو الموست كومون. طب والدايريا كومون، مش قليله، مش رير، لا كومون عادي بتحصل. طب نفس البيشنت يحصل له الاثنين؟ لا، يحصل له حاجه واحده بس، على حسب ما الايرن هيعمل ايه فيه. كنت باعت لكم زي مسج كده على التليجرام التفسير، يحصل كونستيبيشن ليه ويحصل دايريا ليه، وعلى حسب انت انهي ميكانيزم اللي شغال عندك اكتر. طب مين تاني؟ الكالسيوم. ايه ده يعني الايرن والكالسيوم بيعملوا كونستيبيشن. هم مين اللي بياخدوا حديد وكالسيوم مع بعض؟ مين الناس دول؟ الحوامل. بالظبط، الله ينور عليك. فاذا الحوامل ادي سبب اخر من اسباب ان دايما عندهم امساك. فما تقلقش، وهي ما تقلقش وما تضايقش نفسها، ما تفتكرش ان دي حاجه خطر. عادي، انت بتاخدي حاجات اساسا بتعمل لك امساك. طب اوصي بايه عشان الامساك ده يبقى خفيف؟ بس ها، الحديد والكالسيوم يتاخدوا مع بعض في وجبه واحده ولا نبعدهم عن بعض؟ افصل بينهم لا، ساعتين يبعدوا مثلا. عن بعض. نفصل بينهم 4 على الاقل ساعات كده. أو 4 ساعات. بالظبط كده، ده يتاخد في الفطار وده يتاخد في الغداء، ده في الغداء ده في العشاء. تمام. الايرن بريفيشن تاني خلاص بقى، انا خلاص انا كنت بس بحاول اكد ان الايرن بريفيشنز بتاعي. طيب دكتور، بيسوبرولول اتفضلي. هو احنا قلنا المرة اللي مش اللبن فيه كالسيوم كتير. اللبن فيه كالسيوم تمام. طب لو حد اخده وهو اصلا عنده لاكتوز انتوليرانس هيجيله مين فيهم؟ على اسئله نص الليل. ده بجد زي فكره الايرن كده، الايرن بيعمل الاثنين على حسب كل كيس انت وحظك. بس انا اي جس يعني تاثير اللاكتوز انتوليرانس يطغى على اي حاجه ثانيه. ليه؟ لان اللاكتوز انتوليرانس ده انت ما عندكيش اللاكتيز، فاهمه؟ بالظبط. اللاكتيز انزيم مش موجود اللي بيكسر اللاكتوز اصلا. بالظبط. هنعرف اصلا من ضمن الادويه بتاعتنا اللي هي بتعمل عمليه الاوزموزس فتحل لي حوار الكونستيبيشن. هم مين هنتكلم عليه كمان شويه؟ لاكتيلوز، اللي هو شبه اصلا اللاكتوز، كلهم بولي ساكرايدز. ففكره ان اللاكتوز يفضل قاعد في الانتستين بتاعتك ما اتهضمش ولا تم امتصاصه، ده صباح الاوزموزس. فاهمه الفكره؟ صباح الاوزموزس. هيحصل ايه؟ هيحصل الدايريه اعتقد بشكل طاغي حتى عن الكونستيبيشن. وخلينا نكون متفقين برضو، انا باخد سبلمنت كالسيوم ما بيحصليش امساك. فاهمه الفكره؟ كنت لسه اسال برضو. وانا باخد سبلمنت حديد ما بيحصليش امساك. فهي فيها فاريشن ما بين الناس. بس احنا بنتكلم ان هو والله من كل 10 هياخدوا ايرن بريفيشن هتلاقي فيه 6 جالهم امساك، 3 جالهم دايريه. فدي نسبه كبيره. وصلت الفكره؟ لكن عادي ممكن واحد ياخد الحاجه وما يحصلوش اي حاجه خالص. في واحد هياخد الايرن بريفيشن يحصل له كونستيبيشن، اسوأ كونستيبيشن في حياته، لدرجه ان احنا نديله محلول حديد ولا ان احنا نديله قراص حديد. في واحد تاني يجي له امساك خفيف، شويه كرامبات بسيطه. فهي بتختلف من شخص لشخص. تمام؟